دونر الفراخ اللي عملناه مع كفتة اللحمة، الفيديو اللي قبل كده عملنا معاها، كنت عملت معاها الدونر الفراخ وطلع بسم الله ما شاء الله تحفة. بصراحة طعمه أحلى بكتير من الدونر اللحمة. شايفين متماسك وبيتفك بسهولة جدا وطعمه ولا أروع. هنحط كده في الكبة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطينا كده في الكبة البصل بتاعنا، بصلتين كده كبار، وبدأت ان انا اطحنهم في الخلاط مع فلفل الوان. تمام في الكبة. يلا هنصفيها، هنروح كده على المصفى، وعندي كده الفراخ مغسولة ومتصفية تمام. حطينا بقى بصل بودر وتوم بودر وحتة كده من الدهن وملح وفلفل وحبهان مطحون ولورا، وبدأت ان انا اطحنهم بالشكل ده. بصفي بقى البصل والحاجات اللي انا خرجتها في الاول، واخد ميتهم لوحدها، وهحط البصل بقى على الخليط بتاعي واقلب تمام كويس قوي. لميتها كده بشويه زيت عشان تكون سهله معايا مش ملزقه. شايفين؟ يلا هنحط بقى هنا عندنا ورق الزبده وندهنه بالزيت. لازم ندهنه بالزيت علشان نحافظ يعني انه ما يلزقش معانا، على الاقل اكون مطمنه. بدات ان انا اوزعها بالشكل ده. حطيت ورقة قدها من الزبدة، انا كنت مقطعاهم قد بعض، وهبدأ ان انا افرد العجينة بتاعتي بالشكل ده. يعني بتكون على نفس مقاس الورقة، وبحاول ان انا ما اخليهاش ولا خفيفة قوي ولا رقيقة قوي عشان ما تتقطعش مني، ولا سميكة، يعني بشكل متوازي كده ومظبوطة تمام. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شلنا بقى الورقة اللي فوق، وهبدأ ألف رول زي ما عملنا قبل كده في دونر اللحمة بالشكل ده. صينية بقى كده، وهبدأ ان انا ادهنها زيت برضو، يعني بعمل كل احتياطاتي علشان ما يلزقش معايا. دهنتها زيت، وهبدأ ان انا ارص الدونر بتاعي. تمام. فاكرين الصلصه اللي عملناها فرزناها دي؟ بقى الطماطم الشيري اللي انا شلتها على جنب اهي نفعت سبحان الله. حطينا بقى الفلفل وحطينا الطماطم، وبدأنا ان احنا نحطها في الفرن نص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه. هتطلع معايا بقى بالشكل ده، وحافظ عليها ان هي ما تتحرقش معايا عشان لو اغماء زياده عن كده بيلزق. اتفك معايا بسم الله ما شاء الله، بيتفك بسهوله جدا عن دونر اللحمه. شايفين يا جماعه؟ هنقطعه بقى بالشكل ده، وهنبدأ نحط في الساندوتش، وبالهنا والشفا.